السياسي الفرنسي لابولي هو صاحب فكرة تمثال الحرية، وكان شايف إن التمثال ده هيبقى رمز الإعلان استقرار أمريكا وانتصارها لقيم الحرية والديمقراطية. لابولي راح بالفكرة دي للنحات الفرنسي بارتولدي، وبعدها بفترة بارتولدي سافر مصر علشان يحضر حفل افتتاح قناة السويس. وأثناء تواجده في مصر وبالصدفة شاف فلاحة مصرية لابسة الزي الريفي ووشها منور وزي القمر. في اللحظة دي جات له فكرة عبقرية، وراح بالفكرة دي للخديوي اسماعيل وقال له احنا هنبني تمثال اسمه تمثال الحرية، وهيكون لست لابسة لبس فلاحة مصرية وماسكة شعلة احتفالا ببناء قناة السويس. بص له الخديوي وقال له طب التمثال ده هيتحط فين؟ قال له عند مدخل قناة السويس في بورسعيد. يعني تخيل كده كان هيبقى عندنا تمثال الحرية في مصر. لكن المشروع ما تمش، وده أحبط بارتولدي جدا وخلاه يسيب مصر ويرجع فرنسا، لكن من غير ما ينسى صورة الست الفلاحة الجميلة اللي شافها في مصر. وبعدها بسنين بارتولدي سافر أمريكا ووصل لجزيرة في الميناء اسمها بيدلو، ودي الجزيرة اللي كل اللي جايين نيويورك بيعدوا جنبها. بارتولدي بص للمكان وافتكر الفلاحة المصرية، وافتكر كلام لابولي لما قال له إنه كان عايز تمثال يعبر عن استقرار أمريكا. راح بارتولدي لرئيس الولايات المتحدة وعرض عليه الفكرة، والفكرة عجبته جدا.